اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم كيك الكراميل او شاتو الكراميل. مقاديره بسيطه جدا وكلها بالكوبايه، كل حاجه كوبايه منها. اول حاجه هنا معايا باكو كريم كراميل زي ما انتم شايفين كده. بيبقى عباره عن كيس بودر وكيس صوص الكراميل صغير كده معايا. ومعايا بعد كده كوباية دقيق، كوباية سكر، كوباية حليب، كوب الا ربع زيت. ومعايا 3 بيضات ومعلقة صغيرة خل، ومعايا بيكنج باودر وفانيليا ورشة ملح. انا هعمل المكونات بتاعتي دي كلها والخلطة دي كلها في الخلاط او في الكبة، زي ما انا هعمل كده في الكبة. او ممكن تعملوها بالمضرب اليدوي. هي الطريقة سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. اول حاجة هحط السكر في الكبة وهحط عليه كوباية الحليب، ويستحسن بس ان يكون الحليب دافي شوية او يكون بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش خارج من التلاجة، علشان السكر يدوب معايا كويس، خصوصا ان انا حاطه سكر عادي مش بودر. بعد ما ادوب السكر في الحليب هنزل بكوباية الزيت، كوباية الا ربع زيت. هنزل بالزيت على طول واضربهم زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى عامل مكون كريمي معايا. بعد كده هحط عليه معلقة الخل. معلقة الخل دي بتخلي الكيكة هشة شوية، بتبقى حلوة جدا، عاملة زي محسن الكيك كده. ده الكيس الكراميل هحطه. بعد ما حطيت الخل هحط كيس الكراميل وهسيب الصوص بتاعه على جنب، هستخدمه بعدين، هتشوفوا انا هعمل بيه ايه. بعد ما ضربته كده كل المكونات عندي، حطينا السكر والحليب والزيت والكريم الكراميل البودر بتاعي ومعلقة الخل. هاخد من الخليط ده كوباية وهشيلها على جنب، معيار كوباية. طبعا لو انتم مش هتعرفوا معيار الكوباية قد ايه انتوا تقدروا تعايروه، فتاخدوا في الكوباية اللي انتوا حطيتوا بيها الدقيق او الزيت وكده اللي انتوا عايرتوا بيها. انا كده اخدت الكوباية هخليها على جنب تبرد خالص، يعني تفضل بره كده لحد ما اعمل الكيك بتاعي، اكمل باقي المكونات واشوف هنعمل بيها ايه. بعد ما خدت الكوبايه هنزل بالثلاث بيضات وهحط عليهم الفانيليا طبعا عشان زفرت البيض، واضربهم كويس جدا جدا. لازم يضربوا كويس قوي علشان البيض ما يبقاش فيه ريحه زفره انها تخرج للكيك حتى بعد ما يستوي، لان البيض لو متضربش كويس الكيكه حتى بعد ما تستوي وتيجي تاكليها بتشم ريحه زفاره فيها. فاهم حاجه تضربوا البيض كويس جدا بالفانيليا. بعد كده هجيب الدقيق، كوبايه الدقيق بتاعتي، واحط عليها رشه ملح والبيكنج باودر واقلبهم، وانزل على الخليط زي ما انتم شايفين كده واضربه كويس. بعد ما ضربته زي ما انتم شايفين هجيب الصينيه وهدهنها زيت، واحط فيها شويه دقيق، ابدرها بشويه دقيق او ممكن زيت بس زي ما انتم حابين، مفيش مشكله. وهنزل بالخليط بتاعي في الصينيه، وبعد كده هدخلها الفرن. وبعد ما تخرج هسيبها تبرد شويه، وبعدين هحط عليها كوبايه الصوص اللي انا شلتها على جنب، اللي هو صوص الكراميل زي ما انتم شايفين. وبعد كده هجيب بقى كيس الكراميل الصغير اللي هو كان في العلبة، وهزوق بيه الكيك بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. هعمل خطوط، تعملوا بقى اشكال زي ما انتوا عايزين. وبعد كده بعد ما اعمل خطوط طويلة هفضل اعملها بالخلة كده اللي هي بتاعة الشيش، زي ما انتوا شايفين كده العصيان اللي هي بتاعة الشيش طاووق. وبعدين برجع عكس عكاس كده بتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم هي سهله جدا جدا، ما بتاخدش وقت خالص، ومكوناتها بسيطه جدا. تقدروا تعملوا نفس المقادير دي. بدل ما تحطوا كريم الكراميل تقدروا تحطوا بودرة كاكاو وتطلع شاتو شوكولاته برضو. بس عايزه اقول لكم دي حلوه جدا جدا جدا، طعمها جميل قوي. الكراميل اللي كان حتى بعد ما قطعتها كده وهي باردة وبتاع فنزل سايح كده عليها، طعمها جميل جدا. يا رب تجربوها ان شاء الله هتعجبكم.
وهسيب لكم المقادير في صندوق الوصف.